دكتورة سلوى براكي هتقعد مع نفسها عندها 22 سنة أو 23 بقى آخر سنة في التخرج، إيه النصيحة اللي ممكن تنصحها نفسها ساعتها أو تعمل حاجة هي ما عملتهاش وهي في السن ده؟ سؤال صعب قوي. قوي. سؤال نوستالجيا قوي. قوي. صعب وإجابته صعبة. يعني صعب برضو إن حد يلخصها في بوينت أو 2. 3 كمان مثلا. لو مش هينفع ب2 يعني. طيب هو هجاوب دلوقتي ولكن having an experience دلوقتي يعني هجاوب according للي أنا عرفته دلوقتي. بقى دلوقتي خبرة السن اللي حضرتك عدتيها لو رجعتي هتعملي إيه؟ هو definitely أنا رجعت هعمل نفس اللي أنا عملته مرة تانية. ولكن انت دخلت دلوقتي، انت بكيانك دلوقتي دخلت دلوقتي سلوى وهي عندها 23 سنة، هتقعدي تقولي لها ايه يا بنتي اعملي كذا؟ اول حاجه هقولها تهدى كتير وما تتوترش، ما تاخدش الامور على اعصابها كتير، وانه يعني family should come first بقوه يعني. وان احنا ما نعملش negation للسوشيال لايف زي ما قلنا ابدا، وانه ما فيش حاجه تيجي على التانية، يعني مهما كان ما حدش بيقدر يكسل في كل الديسيبلينز اللي هو داخل فيها. المفروض تكاتش حاجه من هنا وحاجه من هنا وحاجه من هنا وترضي جميع الاطراف. انا صح ان هي تهدى شويه عن كده يعني، وما تاخدش الامور على اعصابها. وفاميلي شود كام فيرست. طب انا يعني اسمحي لي اسال حضرتك على حاجه، معلش حاجه هتطول شويه او يعني ايه حاجه اكسترا كده. هل في حاجه كنت متوتره بسببها واكشلي did it make any difference؟ حاجه كنت قلقانه بسببها وكانت تستاهل القلق ده بعد دلوقتي وانت بصلها، يعني من دلوقتي كده وانت بصه لورا، في حاجه استاهلت القلق اللي كان ابدا؟ مفيش حاجه ابدا، كله بيعدي. كل حاجه بتعدي، بس وقتها ما بيكونش الوضع كده. بالنسبه حد برضو قلق بطبعه. بس مهم الانسايت ده من حد experience enough انه يقول لنا ان هي لا كل حاجه بتعدي. كل حاجه بتعدي، بس اهم حاجه ان الانسان يعمل اللي عليه بجد. ده اللي هيخليك ريليفت بعد كده، ما تندمش. يعني انت عملت اللي عليك والموضوع ماشي حلو، خلاص تمام. الموضوع ما مشاش حلو فخلاص انت عملت اللي عليك وربنا ما قدرش الموضوع ده، فاكيد ديفينتلي ما كانش فيه الخير ليك. خليه راضي يعني على النتيجه اللي حصلت، وذر هو اللي كان عايزها او مش يعني هو الرضا هو سر السعاده، انك تكون راضي فعلا بالوضع اللي انت وصلت له، وان خلاص انت عملت اللي عليك ومبسوط خلاص. زي الفل كده. عامل ايه؟ اي حاجه تحصل بقى يعني ربنا قدر كده، وان شاء الله ده هيكون فيه الخير.